تقول لي البلوجرات اللي احترقت بيوت ثاني يوم ثاني يوم يتعوضن. ليش ما حلينا قصة حشد الدفاع؟ ليش ما حلينا قضية الصحوات؟ ليش ما حلينا قصة كل من له استحقاق على الدولة؟ هسه على اقل تقدير اللي نشوف وين المشكلة بهذه. سمعوا هاي المرأة اللي زوجها شهيد بحشد الدفاع، اسمعوا. أني زوجة الشهيد حشد الدفاع، هو مو حارب على مود الوطن، مو انطى على مود الوطن. أناشد كل إعلامي، كل عراقي، كل عراقية توصل هذا الصوت. يا رئيس الوزراء، يا رئيس الدولة، وينكم؟ تقبلون نجدي بالشوارع؟ تقبلون هذا دا يصير بينا؟ أبو الإيجار يريد يطلعني من البيت، ما عندي أدفع إيجار. الله أكبر، حتى صعبة علي يطلع صوتي وأناشد، حتى صعبة علي وأنا بهذا العمر وأنا صغيرة. تقبلوها؟ تقبلوا هذا دا يصير بيه؟ وينكم؟ وين الدولة؟ وين أهل الغيرة؟ مو ظلم هذا دا يصير؟ ارجع لي بشرفكم زعماء الأحزاب، أهل الغيرة، رجال الدين، بشرفكم حرة عراقية قام يطلع صوتها تقول لكم أنا مرت الشهيد، أنا مرت الشهيد ما عندها إيجار، تخاف تطلع عن الطريق وما طالبة من عندكم لا خلفة الله عليكم أن تطوها من جيوبكم. زين، هو من أخذتوه وأخذ قاتل واستشهد وبحشد الدفاع أو بالحشد الشعبي أو بالاتحاد أو أي عنوان عسكري ويموت، هو إلى الآن ما تلقون له توصيف، ما تعطونه حقوق. زين، إلى متى تبقى هاي الحرات العراقيات إلى بهذا الشكل تتوسل من فلان وفلان؟ زين، وعلى قولة أسراء تقول تذكرني يا أسراء، تقول لي البلوجرات اللي احترقت بيوت ثاني يوم يتعوضن. لكم والله من فوق يباوع، والله العظيم صوت هاي المرأة وغيرها والله العظيم راح يبهذلكم أمام الله، والله العظيم راح تدفعون ثمن ما راح يدفع أحد. والناس ما طالبة زوجة شهيد وبالحشد الدفاع. زين، حشد الدفاع شنو فرق عن الحشد الشعبي؟ ذولا وليداتنا وذولا وليداتنا، مثل ما نقدس هؤلاء نقدس هؤلاء، ومثل ما نستحق لهذا نستحق لهذا. يومية وتخابر وقال لك المعالي رفعناها إلى مكتب القائد العام، وطلعت من مكتب القائد العام. لا بابا، ابني، أخي، صديقي، أستاذي، سيدي، قضايا الشهداء غصبا عليكم تنحل، وغصبا علي وعلى خلفني أتناولها، وغصبا على الجميع أن يقف صاغرا هو وكرسيه وماليته ودولته وحكومته. زين، من أجل ذولا ما يتحملون بابا لجان. يا حكومة اللجان، وأنا سعد حبيبي أستاذ نجم ربيعي، سعد أنت الحق، الإنسان، الشجاع، عمي، وظل حق بهذا البلد. ظل وين غيرة الزلم لما حرة عراقية بالتلفزيون أمام العالم تتوسل على حقوق زوجها الشهيد، وعندكم يوم للشهيد تحتفلون به؟ شنو هالعمات العين؟ أبشر الكتل السياسية من علامك، وأبشر رئيس الوزراء، وأبشر الكل. هاي اللي ناشرت قبل كم يوم أبو الآجار طلعها وهسه قاعدة ينبيتها، وإذا تحب اتصل عليها واسألها، قعدت ينبيتها هسه حاليا. ابعث لي تليفونها يا سعد، ابعث لي تليفونها، وغصبا على الحكومة والدولة أن تنطيها حقها وترجعها، غصبا على الحكومة. أستاذ نجم هذا استشهد في عمليات دياله وعنده رسالة حركات ويوصل اسمه للتقاعد العام. هذا مو هو طبعا حشد الدفاع الشهداء جميعا، بس اليوم احنا عندنا اصبحت عوائل الشهداء استاذ نجم من خلال صوتك اخي سعد الشريف. عوائل الشهداء صارت تجدي بالشوارع لان حشد الدفاع، لان عراقيين. عمي ما عندنا حزب، عمي ما عندنا ولا غير العراق، عمي فضوها يرحم اهلكم. كافي راح يعني بالقنوات قامت تطلع النسوان، والله جريمه. تواصل مع السيده اسراء، اعطيها رقم التليفون مال ابعث لي
تليفون هاي المرأة، هاي المرأة بعت لي وراح تليفونها أبعث لك حتى كل موجود. رسائل اذا موجود حركات عندنا اسرار الشاطئ انا شخصيا راح اتابع هذا. لكن قل لي، هم الان من المرأة قدمت للدولة ما يقبلون يسووا معاملة الشهيد، ليش؟ عندها نقص، عندها غيره، شنو ليش؟ لا لا كل شيء ما عنده. اي شو يقولون يا بابا؟ اخي شو يقولون؟ استاذ هسه انا راح احكي لك صفتي اداره بهذا الموضوع. استاذ نجم هي راجلها راح التحق بالدوام مستشهد، صح لو كذب انكتب شهاده الوفاه، استشهد اثناء الواجب. يا سنه استشهد ب 2019. اي وربق الناس بالبساتين، بساتين دياله، تعرف دياله لحد ما بيها الراب. يوميا الكتاب رايح الكتاب جاي، راح للتقاعد رجعوه وحشات كذب. اي شي يقولون اخي، حتى من نسولف على بينه، راح ورجع راح والله ورجع. غلط الفقره ابو الكتيب الدبابات اللي مشهور عليه، غلط الفقره. هاي الجيش بيناتهم يتحملونها. المراه هاي المراه عيب والله يا استاذ، عيب. لا انطوهم والله الدوله التي لا تحترم شهيد هذه ليست دوله، والحاكم الذي تضيع حقوق الناس ومرأة عراقية تزدجدي على الهواء، والله للزم الكرسي وكسره بالقع. ماشي سعد. استاذ نجم، احنا قمنا دعوه بالمحكمه الاداريه. تدري وزير الدفاع شو يقول؟ ايه؟ يقولوا ما ضافوا في موازنه 2019 بس ما موجودين. يما فدوى الموازنه 2019 وفدوى الموازنه 2014 وفدوى للحراميه الباقه والبلد، وخلوا نسوان الشهداء الجدي، واخر ما تبقى والله اخر ماكو استاذ نجم من مبارك الشريف الكل القضاء العراقي العادل. عندنا جلسه يوم 26/2 بهذا الشهر، هي القرار النهائي. قال ما عندهم اوامر قسم ثاني. شوف الحجه استاذ نجم، جبت لي اوامر قسم ثاني، وحتى اذا تحب ارسل لك اياها مع 6 اسرار. هذه المراه شو تصير لك سعد؟ القوات العسكريه. حبيبي استاذ، هذه المراه شو تعود لك؟ هاي ما تعود لي شيء. ما تعود لك شيء. مرت شهيد. ومو بس هاي، اكو بعد فيديوهات عندنا نسوان الشهداء، بس قلنا نستحي. ليش انا ما ادري بيهن يا اخويا؟ كانت تعلم اليتيمه على البكي، ما ادري بيهن. عموما الله يبارك فيك.